هناك يعني بعض الأطباء أنه يقول يتفق مع مختبر مثلا أو مع صيدلية معينة أو كذا، أن أنا أطلب هذا الدواء وما يكون اللي عندك مثلا، حاول توفر منه كمية، أو مختبر أو أشعة، أنا أرسل لك كل مريض يأتيك من طريقي أنا فلي نسبة من هذا. هذا حرام، هذا رشوة واضحة جدا، هذه رشوة. ويكفي الأطباء طبعا من عيادة خاصة يكفيك اللي تأخذه من المريض لما يدخل عليك، كافي بس. لكن لا يجوز أيضا تأخذ رشوة من هذه المختبرات أو مراكز الأشعة أو غيرها أو كذا، بحيث أنك كل ما أرسلت لهم مريضا تأخذ نسبة على هذا المريض. هذا السحت. والأصل فيك أنك تنصح للمريض. فإذا كان هذا المختبر الذي ترسل له مثلا مختبر جيد وعنده أجهزة حديثة وعنده خلينا نقول يعني القائمون عليه متخصصون ونظيف وأسعاره جيدة وسريع، يعني فيه مميزات، فترسل له لكن بدون ما تأخذ فلسا واحدا، وإنما من باب النصح للمسلمين. تقول أنصحك بهذا المركز أو بهذا المختبر أو بهذا كذا، لكن أنك تتفق مع المختبر وأنه يعطيك نسبة كلما أرسلت إليه أحدا، هذا لا يجوز، هذا حرام. حرام على المختبر الراشي، وحرام على الطبيب المرتشي. فالطبيب مرتشي والمختبر راشي، ولعن الله الراشي والمرتشي. فإن كان ولا بد فانصح للناس بالمختبر الذي تعرفه جيدا دون أن تأخذ فلسا واحدا، لا من المريض ولا من المختبر، وإنما يكون هذا من باب النصح للناس. أما بأخذ مقابل سواء من المختبر أو من المريض هذا لا يجوز ومحرم، والله أعلم. نعم.